اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وقبل ما نبدأ قصتنا النهاردة صلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وحكايتنا النهاردة غريبة شوية لأنها بدأت بحاجة بسيطة، طبق أكل قدام باب شقتي. أنا اسمي نهى، عندي 29 سنة، وعمري ما كنت أتخيل إن طبق الأكل ده هيخليني أفتكر موقف حصل لي من سنين، موقف كنت فاكرة إن أنا نسيته، لكن الحقيقة إن حد تاني كان لسه فاكره. من حوالي كده شهر صحيت الصبح بدري، فتحت باب الشقة عشان أنزل شغلي، لقيت كيس صغير قدام الباب. بصيت حواليا مفيش حد، فتحت الكيس لقيت علبة أكل، رز وفراخ وسلطة، وعليها ورقة صغيرة مكتوب عليها صباح الخير، كلي قبل ما تنزلي. استغربت جدا، أنا عايشة لوحدي ومحدش من أهلي ساكن قريب مني. اتصلت بأختي، انتي بعتلي أكل؟ قالت لي لأ. الله، أمال طب مين؟ معرفش يا نهى، يمكن الجيران. ضحكت وقلت لها هو في حد بيوزع أكل على العمارة؟ قفلت معاها وأنا لسه مستغربة. وفي اليوم اللي بعده لقيت طبق جديد، والمرة دي كان فيه مكرونة وبانيه، والورقة مكتوب فيها ربنا يقويكي على يومك. وقفت قدام الباب، مين الشخص ده وليه بيعمل كده؟ قلت لنفسي مش هاكل، سبت الأكل زي ما هو. لكن بعد ساعتين لقيت ورقة جديدة اتحطت مكانها، مكتوب لي ما كلتيش. اتجمدت، يعني الشخص ده كان بيراقبني؟ بس بدأت أخاف وأقلق، وقلت لأ، أنا لازم أعرف ده مين. حطيت كاميرا صغيرة عند باب الشقة. وفي اليوم الرابع فضلت مستنية الساعة 6 الصبح، ولحد ما الساعة اجت الساعة 7 والساعة 8 ولا حد اجا. وفجأة الكاميرا سجلت حركة، فتحت التسجيل لقيت شخص لابس جاكيت غامق واقف قدام باب الشقة. حط الأكل وبعدين مشى بسرعة، لكن للأسف وشه ما ظهرش. الغريب إن الشخص ده كان لابس قفاز في إيده اليمين، وفي إيده الشمال كأنه ماسك عصاية. عصاية؟ يعني الشخص ده كبير في السن، ده معنى الكلام. تاني يوم قررت أنزل وراه، وأول ما سمعت الباب بيتفتح فتحت بابي فجأة، لكن ما لقيتش حد، لقيت بس طبق الأكل ومعاه ورقة. فتحتها والمرة دي الكلام كان مختلف. أنا مش عايز منك حاجة، بس نفسي أشوفك بتاكلي. قلبي دق، مين الشخص اللي مهتم بيا بالشكل ده؟ نزلت بسرعة على السلم لقيت باب العمارة بيتقفل. جريت ورا الشخص، لكن لما وصلت الشارع ما كانش في حد. سألت البواب، بقولك يا عم سيد، هو مين اللي كان هنا من شوية؟ بصلي باستغراب، قال لي مين؟ الراجل اللي نزل دلوقتي؟ والله ما عارف يا ست هانم، بس ما فيش حد نزل. قلت له ازاي؟ انا كنت قاعدة انا كنت قاعدة على الكرسي طول الوقت، ورجعت الشقة وانا مش فاهمة اي حاجة. وفي اليوم الخامس الاكل كان مختلف، كان شوربة عدس وعيش. اول ما شميتها اتصدمت، ريحة الشوربة دي فكرتني بطفولتي وامي، بيوم قديم جدا، يوم ما كنت ماشية في المدرسة ورجعت البيت جعانة، وكانت امي وقتها تعبانة ومش قادرة تطبخ. وفجأة واحدة من الجيران بعتت لنا طبق شوربة عدس. افتكرت اليوم، لكن الغريب إن الورقة اللي كانت مع طبق الأكل قالت فاكرة اليوم ما كنت جعانة؟ إيدي بدأت ترتعش، لأن الجملة دي مش أي حد يعرفها. قعدت أفكر، هو مين ده اللي يعرف تفاصيل طفولتي؟ مين يعرف إن أمي كانت تعبانة اليوم ده؟ ومين يعرف إن أنا كنت جعانة؟ اتصلت بأمي، قلت لها ماما، فاكرة يوم وأنا صغيرة وإنتي كنتي تعبانة وجارتنا بعتت لنا شوربة عدس؟ قالت لي أيوة طبعا، مين كان موجود اليوم دوت يا ماما؟ سكتت. ليه بتسألي يا بنتي؟ حكيت لها، صوتها اتغير وقالت لي نهى، انتي لازم تعرفي حاجة. قلت لها ايه؟ الست اللي بعتت لنا الشوربة دي يومها ما كانتش جارتنا بس. امال مين؟ سكتت شوية وبعدين قالت لي كانت واحدة انا عمري ما قدرت ارد لها جميلها. مين يا ماما؟ قالت لي الست دي اسمها أمينة. الاسم ده وقع عليا، لاني افتكرت واحدة كنت اعرفها وانا صغيرة، لكن من سنين طويلة،
والست دي ساعتها اختفت من حياتنا، وقبل ما أسأل أمي عنها سمعت صوت خبط على باب شقتي. فتحت بسرعة ما لقيتش حد، بس لقيت طبق جديد ومعاه ورقة، وكان مكتوب فيها المرة دي: لو عايزة تعرفي أنا مين، اسألي أمِك عن اللي حصل في يوم الحريق. وقفت مكاني. حريق؟ أنا عمري ما سمعت عن حريق. لكن أمي أول ما حكيت لها فضلت ساكتة، وبعدين قالت لي بصوت مكسور: نهى، في حاجات حصلت وانتِ صغيرة وأنا خبيتها عنِك يا بنتي عشان أحميكِ. وساعتها عرفت إن طبق الأكل اللي قدام بابي ده ما كانش مجرد مساعدة، كان مفتاح لحكاية قديمة. أمي نفسها كانت بتحاول تنساها. بعد ما سمعت كلام أمي فضلت واقفة قدام باب الشقة والورقة في إيدي. اسألي أمِك عن اللي حصل يوم الحريق. حريق إيه ومين أمينة؟ وليه الشخص اللي بيحط الأكل قدام باب بيتي عارف تفاصيل طفولتي؟ اتصلت بماما ساعتها تاني: ماما أنا مش هقفل معاكِ غير لما أعرف الحقيقة كاملة. سكتت شوية وبعدين قالت لي: تعالي عندي. رحت لها، وأول ما دخلت لقيتها قاعدة قدام ألبوم صور قديم. طلعت صورة صغيرة فيها وأنا طفلة واقفة قدام باب البيت، وجنبي ست مش فاكرة شكلها كويس. قلت لها: هي دي أمينة؟ أيوه. كانت مين بالنسبة لنا يا ماما؟ اتنهدت وقالت لي: كانت جارتنا. وإيه بقى اللي حصل يوم الحريق؟ بصت للصورة وقالت لي: اليوم ده كان ممكن أخسرك فيه. بدأت تحكي: من حوالي يا بنتي 15 سنة كان عندنا محل صغير تحت البيت، وفي يوم حصل ماس كهربائي والنار مسكت في جزء من المحل، وأنا ساعتها كنت في الشقة، وأنتِ كنتِ عيلة صغيرة نايمة في أوضتِك، والدخان بدأ يطلع، وأنا حاولت أوصل لِك، لكن النار كانت أسرع. وفي اللحظة دي أمينة دخلت. قُلت لها: داخلة جوّه النار؟ هزّت راسها وقالت لي: أيوه، شالتِك وخرجت بيكِ، وأنتِ خرجتِ بعدها. بصّيت لها: طَب إيه اللي حصل؟ أمينة اتصابت. فضلت ساكتة، وبعدين قالت: إيديها اتحرقت؟ بصّيت للصورة مرّة تانية، افتكرت القفازة اللي الشخص ده بيحط في الأكل اللي بيلبسه. ماما، أمينة إيديها دي كانت محروقة؟ قالت لي: أيوه. قلبي دق بسرعة. طب هي راحت فين؟ بعد الحريق بأيام سافرت، بس مش عارفة ليه. وما سألتوش عليها؟ دموعها نزلت. سألت، لكن ظروفها كانت صعبة، وإحنا كمان كنا بنحاول نبدأ من جديد. وبعدين بقى انقطعت أخبارها. رجعت البيت وأنا مش عارفة أفكر. الشخص اللي بيحط الأكل ده عنده إصابة في إيده، وما يعرفش تفاصيل يوم الحريق، ويعرف شوربة العدس، ويعرف إني كنت طفلة جعانة. وكل الخيوط بدأت توصل لشخص واحد: أمينة. تاني يوم ما نمتش، قعدت قدام الباب وقلت: لو انتي أمينة تعالي، أنا مش هخاف منك. الساعة 6 محدش إجا، والساعة 7 ولا الساعة 8. سمعت صوت أطباق بيتحط قدام الباب. فتحت بسرعة لكن الممر كان فاضي. لقيت طبق أكل وورقة. فتحتها: لسه بدري تعرفيني. وتحتها: بس افتكري مش كل اللي بنساعدهم بيفتكرونا. الكلمة دي وجعتني، لأن افتكرت حاجة بعد الحريق بسنة. أبويا كان بيقول: خلاص يا نهى، إحنا عملنا اللي علينا. وأمي كانت بترد: بس الست دي أنقذت بنتنا. أبويا قال لها: ساعدناها مرة وخلاص. أنا وقتها كنت طفلة، لكن دلوقتي فهمت إن أمينة يمكن ما كانتش محتاجة فلوس، كان محتاجة حد بس يفتكرها. بدأت أدور عليها وسألت الجيران القدام: في واحدة هنا اسمها كانت أمينة، ساكنة هنا. أيوة فاكراها. هي راحت فين حضرتك؟ تعرفي أي حاجة عنها؟ راحت يا بنتي محافظة تانية. وفي حد تاني قال لي: أنا سمعت إن هي بتشتغل في مطبخ مدرسة، لكن محدش كان عارف عنوانها. وبعد أسبوع وأنا في شغلي لقيت زميلتي بتقول لي: نهى، أنتِ تعرفي إن في مطعم صغير هنا بيعمل أكل بيتي ممتاز؟ ضحكت: مالك ومال الأكل؟ الست اللي بتعمله اسمها الست أمينة. قلبي وقف. أمينة إيه؟ مش عارفة اسمها بالكامل. طب قولي عنوان. ورحت دخلت المطعم. كانت ست واقفة في المطبخ لابسة قفاز في إيديها اليمين. بصيت لها وأنا ببص لها حسيت إن أعرف عينيها: حضرتك أمينة؟ وشها اتغير.
سكتت وبعدين قالت لي: "هو أنتِ مين؟" "أنا نُهى." وقعت المعلقة من إيديها، فضلت فضلت تبُص لي وبعدين قالت لي: "كبرتِ." الكلمة دي خلّتني أعيّط. "أنتِ كنتِ بتحطّي الأكل قدّام بابي؟" هزّت راسها: "أيوه." "ليه؟" "عشان أشوفِك." "طَب ليه ما كنتيش بتخبّطي؟" ابتسمت بحزن: "كنت خايفة لو عرفت أنا مين، تدّي لي حاجة أنا مش عايزاها." "أنتِ عايزة إيه؟" "ولا حاجة." "أُمّال كل ده عملتيه ليه؟" مسحت دموعها وقالت لي: "يوم الحريقة أنا أنقذتِك، بس الحقيقة أنتِ اللي أنقذتيني بعدها." بصّيت لها باستغراب: "أنا؟" "أيوه." قُلت لها: "إزاي يا طنط؟" "بعد الحريق إيدي اتشوّهت، والناس بدأت تبعد عني، حتى الشغل اللي كنت باشتغله خسرته. وفي يوم كنت واقفة في الشارع وأنا مكسورة، لقيت بنت صغيرة جاية ناحيتي، أنتِ كنتِ ماسكة حلويات في إيدِك وقُلتِ لي: 'خُدي عشان أنتِ زعلانة.' ضحكت وأنا باعيط. يمكن أنتِ نسيتِ لكن أنا ما نسيتش." سكتت لحظة وقُلت لها: "من يومها، من يومها يا بنتي وأنا وعدت نفسي لو ربنا كرمني أكون سبب في فرحة حد تاني، لكن السنين عدِّت وأنا عرفت إنِّك كبرتِ وسكنتِ هنا، ولمّا عرفت إنِّك عايشة لوحدِك بدأت أحُط الأكل مش عشان أرُد الجميل، عشان أفتكر البنت الصغيرة اللي كانت جوايا." قُلت لها: "طَب إيه، ليه قُلتِ عن يوم الحريق؟" ابتسمت وقالت لي: "لإنها بقِت بالنسبة لي حاجة مهمة أوي باحب أفتكرها." "إيه؟" "أنتِ طول عمرِك فاكرة إن الناس هي اللي بتساعدِك، لكن أنتِ كمان ساعدتِ ناس من غير ما تعرفي." رجعت البيت ولأول مرّة دخلت المطبخ وعملت أكل كتير وقسّمته في علب ونزلت وزّعته على ناس محتاجة في منطقتنا، لكن قبل ما أوزّع بصّيت للعلبة الأخيرة وقُلت دي هاخلّيها لأمينة، الست اللي أنا شُفت فيها حاجات كتير أوي ومعاني كتير أوي. كتبت لها: "الجميل اللي بيتعمل من القلب عمره ما بيضيع." لكن وأنا راجعة لقيت رسالة على موبايلي من رقم مجهول، فتحتها وكان مكتوب فيها: "أنتِ افتكرتِ أمينة، لكن في شخص تاني ساعدِك يوم الحريق ولسه ما حدش يعرف هو عمل إيه." وقفت مكاني، مين الشخص التاني ده وليه ما حدش يعرفه؟ وبعدين وصلت رسالة تانية: "اسألي أمِك عن الراجل اللي وقف قدّام النار قبل المطافي." اتجمدت لإني عمري ما حكيت لي عن الراجل، ورجعت أجري على أمي عشان أعرف الحقيقة كاملة. رجعت البيت وأنا مش فاهمة حاجة، وليه أمي أصلًا ما قالتليش حاجة عنه. أول ما دخلت لقيت أمي قاعدة في الصالة، بصّيت لها وقُلت لها: "ماما، مين الراجل اللي كان واقف قدّام النار يوم الحريق؟" وشّها اتغيّر وسكتت فترة طويلة. قالت لي: "أنتِ عارفة حاجة صح؟" قُلت لها بصوت واطي: "مين قال لِك؟" "رسالتِك رسالة وصلتني." قامت وقعدت جنبي وقالت لي: "الراجل ده كان أبوكِ." اتصدمت. "بابا؟" "أيوه، بس أنتِ قُلتِ إن أمينة هي اللي أنقذتني." "أمينة أنقذتِك من جوّه البيت، لكن أبوكِ أول واحد هو شاف الدخان." وبدأت تحكي: "أبوكِ يا بنتي كان راجع من الشغل ولمّا شاف النار جري على البيت، وكان ممكن يستنى المطافي، لكن أول ما عرف إنِّك جوّه دخل وحاول يوصل لِك والدخان كان مالي المكان، ولمّا وصل لأوضتِك كان خلاص هيُقع من كتر الخنقة، لكن أمينة كانت وصلت قبله بلحظة وشالتِك وخرجت، وأبوكِ خرج وراها ساعتها." قُلت لها: "طَب ليه ما حكيتيليش؟" ابتسمت أمي بحزن، لإن أبوكِ ما كانش بيحب يتكلم عن اللي عمله، كان دايمًا بيقول أنا عملت اللي أي أب كان ممكن يعمله. سكتت وبعدين قالت لي: "بعد الحريق أبوكِ كان بيزور أمينة كل فترة وبيساعدها من غير ما تعرف، لكن بعد ما سافرنا انقطعت أخبارها." دموعها نزلت وقالت لي: "لإني كنت فاكرة إن أمي هي اللي ربتني، وفاكرة إن أبويا كان مجرد أب عادي، لكن اكتشفت إن ورا يوم واحد من حياتي كان في ناس كتير أوي بتحبني أكتر مما كنت متخيلة." رُحت لأمينة وحكيت لها. لمّا سمعت إن أبويا كان موجود فضلت ساكتة، وبعدين دموعها سكتت نزلت وقالت لي: "أبوكِ؟" قُلت لها: "أيوه، أنا كنت فاكرة إن هو مات من سنين." قُلت لها: "هو فعلًا مات من 5 سنين." بصّت لي وقالت لي: "ربنا يرحمه." وبعدين ابتسمت وقالت لي: "ده كان راجل طيب."
قُلت لها: "أنتِ كنتِ تعرفيه كويس؟" "طبعًا يا بنتي، بعد الحريق بكام يوم أبوكِ جالي وقال لي: "أنتِ أنقذتِ بنتي وأنا مش عارف أرُد لِك جميلِك." قُلت له: "أنا ما عملتش حاجة." قال لي: "الخير مش بيتحسب كده." سكتنا وبعدين أمينة قالت: "عارفة يا نُهى، أنا كنت فاكرة إن طبق الأكل اللي باحطه كل يوم ده بارُد لِك جميل، لكن اكتشفت حاجة تانية." "إيه يا طنط؟" "أنا اللي كنت محتاجة أطباق الأكل دي أكتر منِّك." ضحكت وسط دموعي. ليه بقى؟ لإن الإنسان ساعات بيفتكر إنه بيساعد غيره وهو في الحقيقة بينقذ نفسه من الوحدة. ومن يومها وأنا والست أمينة بقينا صحاب، كل يوم جمعة نتجمع ونطبخ أكل ونوزعه على الناس المحتاجة. لكن المرة دي بقى ما بقيناش نحط الأكل قدام أبواب ناس مجهولة بس، بقينا بنعرف أصحاب البيوت ونسألهم محتاجين إيه. وفي يوم كنت واقفة مع أمينة بنوزع الأكل، وجت طفلة صغيرة واقفة من بعيد، بصيت لها لقيتها بتبص على الأكل. قربت منها قلت لها: "عايزة تاخدي؟" هزت راسها وناولتها علبة ومشيت. لكن قبل ما تمشي رجعت وقالت لي: "شكرًا." ابتسمت. ابتسمت لإني في اللحظة دي افتكرت نفسي وأنا صغيرة لمّا اديت لأمين الحلويات، وفهمت إن المعروف ممكن يلف العالم كله ويرجع لك بعد سنين. عشان كده رسالتي ليكم يا حبايبي، إحنا ساعات بنفتكر إن الخير لازم يكون كبير عشان يبقى له قيمة، لكن الحقيقة إن ممكن طبق أكل صغير يغيّر يوم إنسان. كلمة طيبة، مساعدة بسيطة، سؤال عن شخص وحيد، حتى ابتسامة، ممكن تفضل في قلب حد سنين. والأجمل بقى من كل ده إنك ما تعرفش الخير اللي عملته زمان هيعمل إيه في حياة شخص تاني. يمكن كلمة قُلتها ونسيتها فضلت عايشة في قلب إنسان. يمكن طبق أكل حطيته قدّام باب حد كان سبب إنه يحس لأول مرّة إن هو مش لوحده. ويمكن مساعدة بسيطة قدّمتها ربنا بيبعتها لك في وقت بتكون أنت محتاجها فيه. عشان كده اعمل الخير حتى لو ما حدش شافك، ساعد حتى لو ما حدش شكرك، طبطب على حد حتى لو مش هتستفيد منه حاجة. لإن الخير حقيقي عمره ما كان صفقة. أنت مش بتعمل الخير عشان الناس ترده لك، أنت بتعمله لإنك عايز لمّا تقابل ربنا تلاقي حاجات حلوة كنت ناسيتها، لكن ربنا ما بينساهاش أبدًا. وأجمل حاجة حصلت لنُهى بطلة قصتنا إن هي اكتشفت إن طبق الأكل اللي كان قدّام باب بيتها ده كل يوم ما كانش مجرد أكل، كان رسالة من الحياة. أنتِ مش لوحدِك، وفي يوم من الأيام أنتِ كمان كنتِ السبب في إن حد ما يحسش إنه لوحده. فلو تقدر النهارده تعمل خير بسيط اعمله، يمكن يكون خير بسيط في عينيك لكن كبير أوي في قلب إنسان محتاجه، وكبير أوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش لو عجبتكم القصة حطوا لايك وشير واشتراك في القناة. باشكركم من كل قلبي.